السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال المرحلة الابتدائية، الطالب اللي داخل تالتة أو رابعة أو خمسة أو ستة. النهاردة هنبدأ أول خطوة في تعليم اللغة الإنجليزية وفهم الجرامر بطريقة صحيحة من البداية. أول حاجة هنبدأ بيها هي ال subject pronouns اللي هي ضماير الفاعل. وقبل ما نتعرف على ضماير الفاعل لازم نبقى عارفين الأول الجملة بتتكون من إيه وضماير الفاعل موقعها فين في الجملة. بص معايا يا بطل، الجملة بتتكون أول حاجة من ال subject اللي هو الفاعل. أول حاجة معانا هي الفاعل، وتاني حاجة في الجملة الفعل. خليك دايما فاكر الجملة دي لأن هقولها كتير. تاني حاجة في الجملة الفعل، واخر حاجه الاوبجكت المفعول او باقي الجمله. وبالتالي اول حاجه لازم اتعلمها عشان اكون جمله بطريقه صحيحه هي السبجكت. طيب السبجكت ده عامل ازاي؟ السبجكت ده بقى حاجه من الاتنين، الفاعل يا اما ناون اسم يا اما بروناون ضمير. تعال نشوف الاسم الاول زي ايه. زي مثلا احمد او علي او منى، اي اسم اي اسم. The book الكتاب. ايه ده؟ يعني things اشياء، اي شيء. The table the pencil case اي حاجه اي حاجه. The lion يعني الاسد، يعني اي نوع حيوان ممكن ان انا ابدا بيه الجمله. Egypt مصر، ده اسم country دوله، او اسم city مدينه زي كايرو. يبقى قصدك يا مستر ان انا ببدا الجمله باي حاجه ليها اسم. ممتاز جدا جدا جدا. النوع التاني بقى هو ال subject pronoun اللي هو ضمير الفاعل. يعني انا دلوقتي لو جيت اتكلمت عن احمد، لما باجي عايز اجيب الضمير بتاعه بقول هي. طيب عرفت يعني ايه بقى ضمير الفاعل؟ تعال بقى نرجع للشيت عشان نشرح ضماير الفاعل. هنا السبجكت بروناونز اللي هي ضماير الفاعل دي اللي ببدأ بيها الجملة زي ما اتفقنا. انا طبعا الحاجات دي لازم تحفظها. لو انت كنت حافظها قبل كده تمام، لو انت ما كنتش حافظها فلازم تحفظها. هي هو، يعني ايه هي هو؟ يعني انا بتكلم عن شخص مذكر. شي هي، بتكلم عن مؤنث مفرد كل ده. ات بتكلم عن هو او هي. يعني ايه هو او هي؟ طب ما انت لسه قايل لي دلوقتي هي يعني هو وشي يعني هي. طب ايه ات هو او هي دلوقتي؟ لغير العقل. يبقى انا لو بتكلم عن حاجه غير عاقل بقول ات. يو معناها انت او انتي او انتم، يعني انا بكلم حد في وشي بقول له يو، سواء الحد ده مفرد او جمع. ودايما يو بتتعامل مع شله الجمع. وي يعني نحن. لما بتكلم انا وحد تاني معايا او انا ومجموعه معايا بقول وي، يعني نحن. ولما بتكلم عن مجموعه من الناس بقول they هم. يبقى تاني انا، هي هو، شي هي، ات هو او هي غير عاقل خلي بالك ومفرد. يو انت او انتي او انتم، وي نحن، they هم. واحد هيسألني سؤال جميل جدا، هيقول لي ات هو او هي لغير العاقل. طب الغير العاقل المفرد بتقول عليه ات. طيب غير العاقل الجمع بتقول عليه ايه؟ بقول عليه they برضه. يبقى they قصدك هم بتمشي مع العاقل والغير عاقل. ممتاز جدا. هنا لما بقول، هنا في الجمل بنقول I like English، أنا بحب الإنجليزي. He is a teacher، هو مدرس. She can ride a bike، هي تقدر تركب دراجة. It is a cat، دي قطة. You are a good boy، أنت ولد جيد. We like fish، إحنا بنحب السمك. They speak English well، هم بيتكلموا إنجليزي بطريقة جيدة. واحد هيقول لي يا مستر بعد إذنك، يعني أنا آسف، هو حضرتك بتدهم لنا ليه؟ مش إحنا قلنا الفاعل يا إما اسم يا إما ضمير؟ طب ما أنا أكتب الاسم وأريح نفسي. أنا ليه أكتب الضمير؟ هقول لك دلوقتي وأنت بتكتب باراجراف مثلا، عايز تقول أحمد، كتبت أنت مثلا تتكلم عن صديقك مثلا is my friend، أنت بتقول أحمد ده صديقي. ماشي، جميل جدا. طب عايز تكتب عنه تاني، هتقول احمد 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 احمد. والله العظيم انا لو بعلم لك الباراجراف هقول لك ده انت كرهتني في احمد. اكيد لازم اعبر عنه بضمير. مش احنا خدنا قبل كده ان ضمير الفاعل يحل محل الفاعل؟ يبقى انا ساعتها هعبر عنه بالضمير هي. هقول هي
is tall مثلا، هو طويل. he likes English، هو بيحب الإنجليزي. يبقى أنت لو بتتكلم حتى بقى مش عن أحمد بقى، لو بتكلم عن the lion الأسد، the lion is strong، يعني الأسد قوي. ماشي، جميل جدا. عايز أقول إنه يأكل اللحمة مثلا، بياكل لحمة، هو بياكل لحمة. طبعا اوعى تقول هو هي، احنا بنتكلم عن لاين، ده غير عاقل. it يا مستر انا فاكرها، هقول it eats، هو بياكل اللحمة. يبقى انا هنا اتكلمت عن the lion، وجيت لما اتكلمت عنه تاني مش هقعد اقول the lion، لا، بعبر عنه بالضمير. عرفت ليه الضمير بستخدمه، وبستخدمه بكثرة كمان في الباراجراف. تعالى نبدأ نحل واشوفك كنت مركز معايا ولا لا. هنا بيقول لي علي is my brother، علي ده اخويا. عايز اعوض بقى عنه بالضمير. ايه is my brother؟ علي ده يتقال عليه ايه؟ يتقال عليه يا مستر. الله ينور عليك يا جامد. هقول he is my brother. سلمى is a doctor، سلمى دي دكتورة. سلمى دي يتقال عليها ايه؟ يتقال عليها she، هي she is a doctor، هي دكتورة. the cat is under the table، القطة تحت الترابيزة. ايه under the table؟ ايه is under the table؟ الكات دي يتقال عليها it. خد بالك من حاجة معلش كده قبل ما تكمل، خد سكرين شوت للباقي الأسئلة، ووقف الفيديو وحاول تحلها وقارن إجاباتك معايا عشان يبقى الموضوع فيه تفاعل أكتر. عمر and سالم are tall، عمر وسالم دول tall. ايه are tall؟ عمر وسالم دول يتقال عليهم ايه؟ هما they are tall. كريم and I are teachers، أنا وكريم مدرسين. إيه are teachers؟ أوعى تقول لي they بقى. ليه يا مستر؟ ما احنا هو اتنين هم قلنا عليهم they، ما أنا وكريم اتنين. ما أنا بقول لك أنا وحد، هقول على نفسنا هم ولا هقول إحنا؟ الطبيعي إن أنا هقول إحنا، هقول we are teachers. My mother is a housewife، ماما دي ربة منزل. ماما هقول عليها إيه؟ she is a housewife. ندى and دينا، ندى ودينا are twins، دول توأم. ندى ودينا دول، ندى ودينا هقول عليهم هما ولا إحنا؟ لا، أنا طالما أنا مش طرف في الموضوع هقول عليهم هما they are twins. وبكده موضوع ضماير الفاعل بقت الدنيا تمام معانا بإذن الله. ابتداء من الفيديو اللي جاي هيبقى فيه هوم ورك هينزل على الصفحة بإذن الله. طبعا الفيديوهات منشورة على القناة، والهوم ورك هنزله بإذن الله على الصفحة. وإن شاء الله الفيديو اللي جاي فيديو قوي جدا عن verb to be، وإزاي تستخدم verb to be لما يكون عندك الجملة ما فيهاش فعل. بالتوفيق يا أبطال.